السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني في قناتي. هنعمل النهارده بكوبايتين بس من الدقيق، احلى طبق بقلاوه هتاكلوه في حياتكم ان شاء الله. حاجه كده جامده جدا. حطيت كوبايتين من الدقيق، عليهم ربع كوبايه زيت او 3 معالق من الزيت، لان الكوبايه صغننه جدا فهي اخدت 3 معالق بس، ونص معلقه صغيره من الملح. زي ما انتم شايفين كده هبدا اعجن بالميه حبه حبه. اخدت مني نص كوبايه ميه. كوبايتين الدقيق دول اخدوا معايا نص كوبايه ميه. بس هي بتبقى حسب الدقيق او نوع الدقيق اللي انت جايباه. طبعا لازم تجيبي نوع دقيق كويس عشان خاطر يبقى مظبوط معاكي. حطيت كمان معلقه دقيق كده زياده عشان تلم العجينه زي ما انتم شايفين، وابدا اعجنها كويس قوي. بصوا البلاستيكه بتاعتي فيها اي عجين لازق ولا اي حاجه. دي كده العجينه بتاعتي مظبوطه. هعجنها بقى كده زي ما انتم شايفين على الترابيزه، عشان خاطر تبقى معجونه كويس جدا وتبقى ناعمه كده وقوامها متجانس كده وحلو. زي ما انتم شايفين كده هفضل اعجن فيها لحد ما احس ان هي اتعجنت كويس جدا وقوامها بقى مظبوط. اول ما احس ان العجينه بقت ناعمه في ايدي وشكلها مظبوط كده وزي العسل، هي كده تمام جاهزه معايا. بصوا بتمط كده فيها مطه ولا ناعمه وحلوه قوي ما شاء الله عليها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اهم حاجه وانت بتعجني ذكر الله كتير جدا، اذكري ربنا كتير جدا وقت العجن. دي حاجه ايه كويسه قوي يعني. هسيب العجينه نص ساعه كده ترتاح وابدا اقسمها. هقسم العجينه نصين، وكل نص هقسمه لست كور صغيرين زي ما انتم شايفين كده. تمام. انتي بقى حابه تعمليها اكبر من كده براحتك، بس انا حاسه ان كده عدد الطبقات هتبقى مظبوطه. تمام كده. هقسم العجينه وابدا اعجن كل كوره لوحدها كده. هلمها في بعضها عشان تبقى مظبوطه معايا. وهرش رشه من النشا واحط عليها الكور اللي معايا دي. العجينه دي هي عجينه رقاق، بس رقاق بيتفرد وبيتقطع على دقيق. وهي نفس عجينة الفطير، بس الفطير بيبقى قطرة سنة خفيفة وبيتعجن على زيت وبيتفرد بسمنة. تمام كده. النهارده احنا عاملينها البقلاوه، فبتتقطع على النشا وبتتعجن وبتتفرد بالنشا. يعني لازم لما اجي افردها يبقى معايا نشا افرد عليه. تمام كده. زي ما انتوا شايفين بقى لميت الكور كلها وخليتها ناعمه كده ومظبوطه زي ما انتوا شايفين. وهرش على وش الدقيق وهبدأ بأول واحدة عملتها. أول كورة عملتها هاخدها هي أول واحدة أفردها، لأن هي بتكون ارتاحت 5 دقايق كده يعني. عايزة تسيبها ترتاح شوية مفيش أي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده هغرق الكورة بالنشا من فوق ومن تحت وأبدأ أفرد فيها. هفردها في حجم القرصة كده، مش هكبرها، او حسب الدايره اللي معاكي. لو انت عامله الكور بتاعتك كبيره شويه ممكن تفرديها حجم رغيف العيش كده، واركنها على جنب ترتاح شويه تاني. زي ما انتوا شايفين كده هفرد 6 فوق بعض و6 فوق بعض. يعني هقسم برضو العجينه ل2. ممكن تعملي ال12 فوق بعض، بس هي كده احسن لك عشان تتفرد مظبوطه وكويسه وتبقى مورقه معاكي. ان انت تقسميها على نصين. تمام كده. زي ما انتوا شايفين بفرد فرده صغننه خالص وبحط لها نشا من فوق ومن تحت وافرد بالنشا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه كميه النشا تكون حلوه اللي بتفردي عليها. هفضل احط كده نشا والكور بتاعتي بتاعت العجين وافرد فيها لحد ما تبقى حجم واحد كلها. اهم حاجه ان الحجم بتاعها كلها يبقى حجم واحد. كده خلصت اول 6 وركنتهم في الصينيه يرتاحوا، وبدات في ال6 التانيين. هبدا كده زي ما انتوا شايفين احط لها نشا فوق وتحت واديها فرده كده خفيفه واحطهم فوق بعض. اهم حاجه المقاسات تكون متساويه. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين كده لازم تكون كلها حجم واحد ومتغرقه بالنشا. ممكن بين كل طبقه والتانيه كمان تحطي نشا قبل ما تحطيهم فوق بعض عشان لما تيجي تفرديهم بعد كده تبقى مغرقه معاكي ومظبوطه. هعمل ايه بعد كده؟ هسيبهم يرتاحوا شويه وهبدا باول كوره عملتها تاني، او اول 6 طبقات فردتهم. هاخدهم كده واحطهم واتاكد ان في بين الطبقات نشا وابدا افرد فيهم.
هبدأ افردهم بقى زي ما انتوا شايفين كده مع بعض الستة، يعني الستة فوق بعض، ومتأكدة ان في ما بين الطبقات نشا كتير. وهبدأ افرد زي ما انتوا شايفين كده، يمين مرة وشمال مرة، لحد ما احس ان هي بقت رقيقة معايا والطبقات بتاعتها مفرودة كويس. باخد من النص وانزل واخد على بره، مرة لتحت ومرة لفوق، مرة يمين ومرة شمال، مرة اقلبها على وشها ومرة على ظهرها، عشان تبقى كل الطبقات مفرودة معايا نفس الفرد. والفها على النشابة وافردها كده، وبعد كده هبدأ اقطع. عايزة اقول لكم ان التقطيع بالسكينة مش حلو جدا، حسيت ان هو بيكرمش العجينة كده وبيخليها مش مظبوطة، فجبت قطعة البيتزا وبدأت اقطع. اهم حاجه تقطعي برضو مكعبات زي بعض. انا معايا اول قطعه ما ظبطتش قوي، بس انا حاولت اسويها. هعمل ايه بعد كده؟ هحط كل طبقتين من العجينه دي فوق بعض. هحط كل طبقتين فوق بعض، يعني هيبقى معايا الورقه الواحده 12 ورقه، الطبقه الواحده كده 12 ورقه. هاخد كل واحدتين من دول احطهم فوق بعض، واحط فيهم السوداني اللي معايا او الفستق او اي مكسرات انت بتحبيها، وتقفلي. هتطبقيها بالنص وتتكي عليها كده من الجنب، هتديك الشكل اللي انا بعمله ده زي ما انت شايفه كده. هو ده شكل البقلاوه اللي انا هعملها النهارده. وممكن تقسميها مثلث، تقفليها مثلث وتحطيها في الصينيه، برضو هتديكي نتيجه حلوه قوي قوي قوي. اهم حاجه نفضي النشا منها من على الوش كده، وابداي اشتغلي على طول زي ما انتوا شايفين كده. دول كانوا اول 6 طبقات معايا. هفرد بقى تاني 6 طبقات، وزي ما قلت لكم ممكن تفردوهم الاتنين على بعض. هرش برضو نشا، امسح الترابيزه الاول وانضفها كويس جدا، وهبدا اشتغل تاني. هحط بقى النشا وال6 طبقات التانيين اللي معايا. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا هفتح الطبقات واحط فيها نشا تاني زي ما انتوا شايفين كده، عشان عايزاها مغرقه معايا جدا. النشا ده هو اللي هيخليها مغرقه، وكل طبقه فكه عن اللي تحتيها، مش لازقين في بعض. هبدأ بقى افردهم مع بعض ال6 طبقات زي ما انتوا شايفين كده بالنشابة بتاعتي برضو زي ما فردت الاولانيين. وهجيبهم يمين وشمال، واجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وافضل افرد فيها عشان كلها تبقى مفرودة فرد متساوي. شايفين الطبقات مورقة معايا ازاي؟ ما شاء الله مفرودة وزي العسل ما شاء الله. ده كده نجاح العجينه بتاعتي، بتتفرد معايا بسهوله، ما بتتقطعش، ما بتمطش، ما بتشدش، وكمان مورقه كده زي ما انتم شايفين. الطبقات مفككه من بعضها وزي العسل. هي كده مظبوطه معايا. هبدا بقى اقطعها مربعات، واحشيها زي ما عملت بالظبط في ال6 طبقات الاولانيين. وبعد ما اقطعها برضو هحط كل مربعين فوق بعض، وابدا احشي زي ما انتوا. بصوا بقى المره دي قطعتها مربعات مظبوطه ازاي. اهم حاجه ان انت تعملي الحاجه واحده واحده كده، هتطلع معاكي مظبوطه وزي العسل. قطعتهم كده زي ما انتوا شايفين مربعات، وحطيت كل مربعين على بعض. الاحراف دي ممكن تعمليها اي شكل تاني، لان هي بتبقى رفيعه شويه ومش مظبوطه. بصوا مرقه ازاي ما شاء الله، عامله شبه الجلاش بالظبط. خلصت الاشكال معايا. هسخن المفروض كوبايتين من السمنه، او كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه من الزيت، عشان الزيت هتقرمش وتبقى قوامها حلو قوي. هتقولي لي السمنه ياما، هي بتاخد سمنه ياما لان النشا اللي محطوط فيها ده بيشرب سمنه، والسمنه هي اللي بتحمرها وتخليها مستويه من جوه. بصوا لونها طالع زي العسل من الفرن، ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، يمكن ما كملتش ربع ساعه. هحط لها بقى كوبايه من الشربات زي ما انتم شايفين كده. عملنا الشربات كذا مرة مع بعض، وشفتوا طريقته كذا مرة، وعلى طول بخزنه عندي في البيت زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله لونها حلو جدا، شكلها حلو، وطعمها كان تحفة زي بتاع المحلات بالظبط. وكده قدمتها معايا، وعملت كام واحدة كمان من المثلثات، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. بصراحة انا اتبسطت من العجين بقى، فحبيت اعمل عجين تاني في نفس اليوم. جبت 5 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم 3 معالق من الزيت، ورشة ملح او نص معلقة صغيرة من الملح. هعمل ايه؟ هعمل فطير محشي حادق، فطير شرقي محشي حوادق، يعني بسطرمة بقى عندك، ميكس جبن زيتون، اي حاجة عندك، لحمة مفرومة، اي حاجة موجودة عندك، فراخ حابة تحشيها ممكن تحشي بيها الفطير بتاعك. حطيت 5 كوبايات من الدقيق،
و3 معالق من الزيت ورشه ملح او نص معلقه صغيره من الماء، وهعجن بميه دافيه. هحط كده زي ما انتم شايفين كوبايه الميه وابدا اعجن. ولو حسيتها محتاجه تاني بزود الميه حبه حبه. هفضل اعجن لحد ما العجينه تلم من البلاستيكه وتبقى قوامها طري كده ومظبوط. وزي ما قلت لكم عجينه البقلاوه شبه عجينه الفطير جدا، بس عجينه الفطير بتبقى فيها طراوه اكتر سنه، وبفردها بالسمنه. تمام كده. هفضل اعجن فيها، انا حاساها ناشفه سنه فحطيت لها شويه ميه عشان تبقى قوامها طري معايا ومظبوط. وبعد ما اعجنها كده بحط لها معلقه دقيق. مجرد ما بحط معلقه الدقيق بتلم معايا من البلاستيكه وبتبدا قوامها يتماسك وتبقى ناعمه ومظبوطه معايا. زي ما انتم شايفين كده هجيب معلقه الدقيق احطها عليها، هتلاقوها لمت في ساعتها من البلاستيكه. اول حاجه اللي انا بعجن فيها، بصوا ما شاء الله، اول ما حطيت معلقه الدقيق لمت على طول معايا وبقى قوامها ناعم ومظبوط. هفضل اعجن فيها بقى لحد ما يبقى العجينه ناعمه ومعجونه معايا كويس جدا، عشان خاطر اشتغل بيها تفرد معايا وما تتقطعش وتبقى مظبوط. عايزه اقول لكم ان احسن حد بيعمل فطير عندنا في البيت هي ماما. احنا بنحاول نتعلم منها، بس بصراحه ما بنقدرش عمرنا نتفوق على الفطير بتاع ماما. ان شاء الله هخليها تعمل لكم فطير بايديها قريب قوي. وان شاء الله تشوفوا طريقتها في الفطير حلوه جدا، بتعمله جميل جدا زي المحلات. بنحب الفطير بتاعها قوي وبنطلبه منها كتير، سواء الفطير اللي محشي او الفطير المشلتت. زي ما انتم شايفين كده هقطعها برده كور واعوصها في الزيت كده، احطها في الزيت ويغرقها من كل الاتجاهات، واحطها في صينيه متعوصه او مدهونه زيت برده. صينيه معايا مدهونه من الزيت. المفروض ان انا اقطع العجينه بتاعتي 8 كور. انا قطعتها 6 كور بس انتي المفروض تقطعيها 8 هتبقى احسن معاكي. زي ما انتوا شايفين كده انا سبت العجينه ارتاحت شويه وقطعتها، وهسيبها ترتاح شويه تاني. وبعد كده بعد ما قطعتها هغرقها كده بالزيت واسيبها ترتاح بقى 5 دقايق ولا 10 دقايق كده. هي لا فيها بيكنج باودر ولا فيها خميره ولا اي حاجه، فما بتاخدش وقت كتير في ان هي تستريح. هبدا بقى احط السمنه وافردها كده نص فرده برده. المفروض ان انا افرد الفطير نص فرده واسيبه شويه يرتاح تاني. كل ما بتفردي الفطير حبه وتسيبيه يرتاح بتيجي نتيجه احسن في الفرد، وبيتفرد معاكي بكل سهوله وما يمطش معاكي ولا يتقطع. زي ما انتم شايفين كده هسيبه يرتاح شويه. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كان في منافسه بيني وبين اختي، احنا عملنا الفطير فطيرتين. فهي قالت لي انا هعمل بتاعتي وانتي اعملي بتاعتك، بس نشوف مين فينا الفطيره بتاعتها هتطلع. انا ليا طريقه فرد وهي فردت بطريقه تانية خالص. هنوريكم طبعا الطريقتين والنتيجه النهائيه، وانتوا بقى قولوا لنا ايه رايكم في الفطير بتاعنا. هسيبها بقى كده ترتاح 5 دقايق وابدا افرد فيها. طول ما هي بتتقطع اعرفي ان هي ما ارتاحتش كويس، سيبيها ترتاح كويس وابداي فريتي فيها هتتفرد معاكي من غير ما تتقطع. بصوا اختي بدات الفرد بقى ما شاء الله عليها. هي فردت في الصينيه على طول، حطت طبقه من الفطير وبعدين اخدت الكره التانية برضو فردتها وحطيتها فوقيها، وبعد كده هتحطي الحشو وتفرد طبقتين تاني من الفطير وتحطهم فوقيهم في الصينيه كده على طول. مش هتعمل زي ما انا بعمل كده. انا بقى فردت الفطيره على الترابيزه كده وبدات اطبق فيها زي ما هتشوفوا كده بالظبط، وهحشيها زي ما انا كده بعمل. هي فردت في الصينيه، انا فردت فرد زي بتاع الفطير كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الحشو بتاعي كان طماطم وفلفل وزيتون شرايح، ميكس جبنه موزاريلا على تركي، على شيدر، وكمان بسطرمه. دي هقفلها كده واركنها على جنب. ممكن تسيبيها مكانها وتفردي جنبها حسب ما انت عايزه. انا دهنت كده الترابيزه ونقلت الفطيره بالراحه. هفرد واحده تانية. ممكن تفردي 2 يعني تحطي طبقتين فوق بعض وتفرديهم مع بعض فطيره واحده، هتبقى تديكي نتيجه افضل طبعا. هتبقى الفطيره سمكها اعلى شويه، وهتبقى بتفرد معاكي اكتر من كده.
هدهن زيت بين الطبقات واقفلها كده زي ما انتم شايفين. هكرر الموضوع ده 3-4 مرات، يعني افرد واحط الفطيره جوه الفطيره 3-4 مرات، وبعد كده هحطها في الصينيه بتاعتي واسيبها ترتاح 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده هفردها مدوره. اختي كانت حشت بقى وقفلت الطبقه اللي فوق وقفلت الفطيره وحطت على وشها جبنه ورشت لها رشه زعتر كمان. انا سبت الفطيره ارتاحت شويه ورشت لها رشه سمنه وبدات افردها زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى على الوش رشه فلفل وطماطم وزيتون وجبنه خفيفه كده زي ما انتم شايفين. وهدخلها الفرن. هي جت جاهزه، الفطيرتين جاهزين ان هم يدخلوا الفرن. هدخلها الفرن على نار متوسطة في الشبكة اللي في النص وهسيبها لحد ما تستوي. بصوا هي طلعت الفطيرة وقالت لي كده حلوة، وبعدين لما لقيتني سايبة بتاعتي تتحمر رجعت بتاعتها تاني عشان تتحمر حلو. احنا كنا بنتنافس، وكان بصراحة كان يوم حلو قوي ما شاء الله يعني. وقعدنا طول الوقت اقول لها بتاعتي الفطيرة بتاعتي انا احلى، وهي تقول لي لا الفطيرة بتاعتي انا هتطلع احلى. انا طلعت الفطيرة بتاعتي من الفرن وبدأت اقطعها زي ما انتم شايفين كده. طالعة ما شاء الله طرية مورقة، وطعمها كان زي العسل. بصوا مورقة ازاي حلوة قوي، وطعمها حلو قوي قوي قوي. وكمان جايبين كاتشب. بصوا الفطيره بتاعتها كمان طلعت، هي قطعتها بقى مثلثات، ما رضيتش تقطعها مربعات زي. كان في معانا كمان كاتشب اكياس حطيناه جنب الفطير. وعايزه اقول لكم الفطير كان حلو قوي، طريقته سهله ممكن اي حد يعملها في البيت، ما فيهوش اي شغل كتير. بصوا محشيه من جوه ومن بره ومرقه ومستويه من فوق ومن تحت وحلوه جدا ما شاء الله زي العسل. تمام كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكده وصفتنا